مرحبا بك أستاذ دكتور محمد آيت حنا، من مواليد 81 900 أو 1000 بالرباط، أستاذ التعليم العالي، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالدار البيضاء، كاتب ومترجم مغربي مهتم بالفلسفة والأدب، دكتوراه في الفلسفة وتاريخ الفن، دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الفلسفة وتاريخ العلوم، شهادة التبريز في الفلسفة، جائزة الشيخ حمد للتربية والتفاهم للترجمة والتفاهم الدولي، الدورة العاشرة في فئة الترجمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية عام 2004. ترجم العديد من المؤلفات، من أبرزها رواية الروائية الهنغارية غوتا كريستوف. صدرت له إلى جانب الترجمات العديدة هذه المؤلفات التالية: عندما يطير الفلاسفة، مجموعة قصص، الرغبة والفلسفة، مدخل إلى قراءة دولوز وغوتاري، والقصة والتشكيل، نماذج مغربية، ثم مكتباتهم، وهذا كتاب فريد من نوعه ومهم جدا في مجال الكتب والمكتبات، ثم الحديقة الحمراء وهي رواية. أشكر الأستاذ الدكتور محمد أيت حنا وأعطيه الكلمة لتقديم مناقشته لقصة الغراب لقاصنا الممتع محمد الحفيظ. مساء الخير جميعا، وأشكركم وأشكر السي الحفيظ الذي أتاح لي فرصة إعادة قراءة هذا النص، وأيضا فرصة هذا اللقاء والحديث حول تجربة، أو لنقل حول نصين من أجمل النصوص القصصية التي قرأتها. أجمل ما في هذا النص أعتقد وهو إمكانية تأويله من عدة زوايا، وكما رأينا مع الأستاذ سيد الوكيل أو الأستاذ عبد العاطي الزياني، كانت ثمة محاولة للإمساك بالنص من زوايا متعددة. وأعتقد أن هذه هي القصة الناجحة. القصة الناجحة هي التي تمنح للقارئ إمكان أن يقرأها من زوايا ربما حتى القارئ، حتى الكاتب نفسه لم يعي بهذه الزوايا. طبعا أنا سأكون مختصرا، ولن أتحدث حديثا نقديا واسعا، فقد تكلف الأستاذ عبد العاطي الزياني تقريبا بكل الجوانب النقدية التي يمكن أن نقارب منها هذا النص. أنا سأعطي تأويلا شخصيا لهذا النص، تأويلا أراه تأويلا يجيب عن بعض الأسئلة، من ضمنها سؤال السيد الوكيل: لماذا الغراب؟ لماذا الغراب؟ الغراب في التعاليم الدينية هو الذي علم الإنسان. علمه ماذا؟ علمه أن يدفن، أن يواري سوءته، أن يدفن الميت. عندما قتل هابيل قابيل عفوا أخاه هابيل، تدخل الغراب فنبش الأرض ودفن غرابا آخر، فتعلم من الأخ كيف يقتل أخاه إلى آخره. إذن آه، النص منطلقه وتسميته بالغراب قد تحيلنا مباشرة على أننا ثمة محاولة لدفن سر. أي سر؟ سر أو ماضي أو أشياء تنتمي إلى زمن لا نريد أن نعترف به إلى آخره. والحال أن التوظيف الذي وظفه الأستاذ الحفيظي هو توظيف عكسي معكوس مناقض، وأن الغراب هنا يحضر بصفة معاكسة، هو الذي يعلمنا أن ننبش، أن نطلع بالأسرار المختزنة. لاحظتم أن ثمة توازيا في النص ما بين المقطع الأول والمقطع الآخر. لنحاول أن نقرأ المقطع الأول مثلا، لننظر الوصف الموجود في المقطع الأول ماذا يصف. الوصف في المقطع الأول يقول: نسكن في بيت طيني قديم يتوسطه ممر طويل مظلم بسقف عال، لكن أعيننا ألفت الظلمة الدائمة، حيث لا نوافذ في الجدار، فقط هناك فتحات في السقف تسمح بمرور خيط من الضوء حينما تتعامد الشمس إلى آخره. هذا الوصف هو أقرب ما يكون إلى وصف قبر. قبر بمعنى أن ثمة مجموعة من الناس، أسرة تعيش في قبرين. هذا هو قبر رمزي، هو عالم منغلق فيه مجموعة من الأسرار المرتبطة بالماضي، بالذين رحلوا، بالموتى إلى آخره، الذين لا ينبغي أن نتذكرهم. وتتدخل هنا آلة من الآلات اسمها المذياع. آلة المذياع تأتينا بأخبار العالم كله، ولكن لا نريد منها أن تأتينا بأخبارنا، يعني الأشياء اللي هي حميمة جدا لنا. هذه الأشياء الحميمة يمتلكها شخص في البيت، أو يخزنها شخص في البيت، هو الجد. الجد الذي هنا رمزية كبيرة مع الغراب،
لأنه هو الحافظ، هو الذي يخزن هذا الشريط، ولا يريد أن يطلعه، أو ربما يريد أن يطلعه، ولكن ينتظر تحريضا ما من طرف بقية أفراد الأسرة. إذا تم توازن معين ما بين الحميمية الداخلية، يعني حميمية الأسرة والبيت، ما بين أخبار العالم التي تأتي عبر المذياع إلى آخره، ثم ما بين الموتى والذين رحلوا إلى آخره، والذين سافروا والذين هاجروا، أي كل الذين استطاعوا أن يخرجوا من القبر بشكل أو بآخر، سواء عن طريق الموت اللي هو الطفلة الصغيرة، أو عن طريق الهجرة كما حدث مع أحد الأعمام، أو عن طريق مثلا لا أدري الدراسة مثلا إلى آخره. إذا كل واحد منهم يريد أن يرسم لنفسه خيطا منه يتسرب من هذا القبر. هذا الخيط أو الخيط مرهون بماذا؟ مرهون برسالة معينة موجودة في شريط. هذا الشريط تأتينا منه أصوات الذين مضوا، الذين رحلوا، اللي هما البنت التي ماتت، العم الذي هاجر ليدرس، والآخر الذي صار فقيها، ولست أذكر التفاصيل. ولكن الرسالة هي رسالة مشوشة، عندما نسمعها لا نستطيع أن نستبين فيها شيئا كثيرا. لا نستطيع أن نستبين فيها شيئا كثيرا لأننا ما زلنا في لحظة توتر ما بين الوضعية التي نعيش فيها داخل هذا القبر، وما بين رغبة تعتملون في أن نخرج منه. فقط الصبي عندما ينام في النهاية مساء، ويحاول يعني أن ينصت إلى صوته الداخلي، تبدأ شيئا فشيئا تتشكل لديه حس معين بإمكان أن ثمة طريقة للخروج من هذا العالم المغلق، اللي هو العالم الضيق، نحو عالم أفسح. هذا الخروج هذا يكون رهينا بمدى قدرتي على التقاط الرسائل المشفرة الآتية من الآخرين الذين غادروا هذا المكان، اللي هو كما قلنا أشبه بالقبر. اختيار إذا الغراب كان اختيارا ذكيا جدا، لأنه إعادة توظيف الرمزية الدينية الكبرى والأسطورية الكبرى للغراب، ولكن في أفق جديد، أفق يقابل ما بين التراب، الأرض، أي الدفن، الصبية التي دفنت إلى آخره، والتي غطى عليها الغراب، اللي هو الجد أو الجدة أيضا، أو كل الذين لا يريدون أن يتذكروا الماضي أو يتذكرون الذين ماتوا أو غيرهم. وما بين الوضعية الثانية اللي هي وضعية الغراب فوق الشجرة. فكأن القصة تريد أن تعلمنا في نهاية المطاف بأن وظيفة الغراب الحقيقية، أو مكان الغراب الحقيقي، لا ينبغي أن يكون في الأرض، لا ينبغي أن يكون نباشا يدفن الأسرار، وإنما ينبغي أن يكون كما قدر له في الأصل، أن يكون فوق الشجرة، بمعنى أنه فوق الشجرة يصدح بالحقائق، بالأسرار، بالكلمات إلى آخره. من خلال هذا التوازي هذا، نعتقد أن هذا هو التأويل الشخصي الممكن لفكرة الغراب، ولا لقصة الغراب في النص، أو لا تضيف الغراب في النص، هو أن تربط بالبعد الأسطوري أو البعد الديني الكبير جدا، الذي يربط دائما ما بين الموت والحياة، ما بين الدفن والنبش، ما بين الكتم والإخراج إلى آخره. إذا أنا في اعتقادي، أنا بالنسبة لي، هذا هو المدخل أو التأويل الذي يمكن أن أقارب من خلاله القصة. وداخل هذا التأويل هذا أكيد أنه ستكون تأويلات كثيرة وتوازن كثير ما بين عالم داخلي، عالم خارجي، أسرة ضيقة، أسرة ممتدة إلى آخره. شكرا لكم.